لا مستحيل لدى أسد الأطلس، ولا يوجد في القاموس ليس باستطاعة. وما يبدو للبعض إعجازيا تراه عاديا، وأكثر وأنت لا تفرق بين مستوى المغرب ومستوى السامبا. إني في 20 دقيقة تساءلت منذ متى أصبحت البرازيل تلبس اللون الأحمر، ومنذ متى أصبح لدى أبناء السامبا لاعب اسمه السيباري، ومنذ متى حدث هذا وذاك. فهل من مجيب؟ الثقة نصف المكسب، وإني متأكد أن وهبي تمن عليها. ضغط على خصمه عاليا فأربكه، وجعله يبدو كالهندوراس أيام السوء. ثم تراجع وجس نبضه ولعب متأخرا لما اقتضت الحاجة، ونجح في الرسميين، بل وكان أفضل في مراحل عديدة. ولولا بعض الجزئيات لخرج سادة الأطلس بزاد كامل. تحكم في النسق على طريقة الكبار، ولم يبدو لي شيء اسمه ثقل أسماء ولا هيبة منتخب. المغاربة جعلوا الخصم يخاف ويشك في نفسه بدقائق كثيرة، ومن يدخل الريبة في نفوس سادة اللعبة فليس بهين. تنويع يحسب لوهبي وأفكار نقف عليها باحترام. لعب الطويلة والقصيرة، وفكك خطوط البرازيليين بأكثر من مرة، ومن إحداهن هرب السيباري في عمق الدفاع وضرب أليسون في مقتل. هي فقط أنياب الذئب تراها ضاحكة، والغاية غير ذلك. المغرب يبدأ بطولته بأفضل شكل، بدون استخفاف ولا احتقار. من يوقف البرازيل فيجب أن يعلم أن البقية من هذه المجموعة في جيبه، حتى ولو تقمصوا ثوب لاروخا في أبهى أيامهم. إلى اللقاء.